الله يحفظه أبو حذيفة، يعني أكثر واحد ما شاء الله ناقله عني. وهذا موقف سلمك الله طبعا فيه أول ما طلع المعسل. لا أحسن الظن الله يجزاك خير. تجيك العلوم الله يحفظه. المهم شفته في أحد السوبر ماركتات، وشفت المعسل هذا والريحة وهذا، وذيك الأيام لسه أول بدايته. إيه ريحة فراولة. وتعالى نياتك. ما بعد. أول ما شفته يعني قلت الدعوة يعني ريحة فراولة حاجة حلوة يعني. أخذته مع البيت وطبعا مع الجبنة طاعون. صحيح؟ اي والله حالي والله حالي، لا في تحذير حكومي ولا يعني وسع صدرك. نعم احنا اللهم لك الحمد. لا كليته صحيح. اي والله كلته. المهم اسمع الله يحفظك، دام فضحتونا نجيبها كذا مرة. الأسرة الكريمة كلهم اي نعم، هم ما يدرون ان الدعوة يحسبونها مربى. ليه شكله زين فعلا، هو شكله اول ما طلع كان في شو اسمه ذا في ايه، كان في علب بلاستيك هذه وما في كذا، مجرب لك ما شاء الله. المهم اخذته، وبعدين بعد فتره جيت البقاله، عجبني الموضوع. لو يشوفني احد الاخوان الملتزمين خلص اللي اخذته. خلص ايه خلص اجل وشه جاي بقاله وشه. المهم جيت هذا السلام عليكم، الا بالله اعطيني، ويجينا احد الاخوان الله يحفظه اللي توسم فيهم الخير، قال يا اخي شكلك ووجهك مو تبع وش الحركات هذا؟ قلت ايه؟ قول هذه حرام الله يجزاك. لا حرام يا اخي، احل الله الطيبات وحرم الخبائث. حذفت يا اخوك في الله مشكلة. قال تدري ايش يستخدمونه؟ قالت ايش يستخدمون؟ مع قال لا يستخدمون الله يحفظك شيشه. ايش؟ قال شيشه يا رجل. قال شيشه يا ابن الحلال، فين 3 ايام وانا قاعد افحط فيه مع الجبن. طعمه يا شيخ طعمه عادي يا شيخ. صحيح. طعمه حادي حتى اخر الليل تطلع دخان. طعمه عادي يا شيخ. يعطيك العافيه.